السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اوعي تروحي في اي حتة وما تعملي، اوعي تحطي اللايك وتمشي، واوعي تكتبي تعليق وتطلعي تجري على طول. لازم تشوفي الوصفة بتاعتنا النهاردة، وهنعمل الطشة وهنعمل فتة جامدة جدا جدا، فتة العدس بطشة جميلة جدا جدا جدا. كملي معايا لغاية اخر الفيديو وان شاء الله تستفادي، واحنا بنستفيد ببعض كده. كملي معايا لغايه اخر الاخر، وما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك. هتلاقي قدامك على الشمال مكتوبه باللون الاحمر، تك عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. اوعي تنسي اللايك، اوعي تنسي اللايك، اهم حاجه اللايك. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو، ما توقعوليش الفيديو بالله عليكم. تمام. يلا بقى ايه، نسمي الله كده ونبتدي وصفتنا ونشوف الجمادان دوت عامل ازاي، والبصل الاخضر والشوربه ايه حكايتها وايه حكايه الطشه بتاعتنا. يلا نسمي الله ونبتدي وصفتنا. وهنا معايا حوالي من نص كيلو من العدس. تمام. ومعايا هنا بطاطس، ومعايا طماطم، ومعايا بصل وجزر، ومعايا هنا قرن فلفل، توم هنا مفرزاه، ومعايا هنا البهارات كركم، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الشطة، وورق لورا، وواحدة مرقة. تمام. ما بستخدمش بهارات كتير. وطبعا الملح هحطه دلوقتي. هبتدي بقى ان انا احط كل الخضار اللي معايا بنفس الشكل. انا بحط فيه بطاطسايه، في ناس ما بتحطش فيه بطاطس، في ناس بتحط، فانا بحط فيه بطاطسايه واحده. تمام. حطينا كل البهارات اللي معانا بقى وكل الخضار بنفس الشكل. هنزل معايا هنا بميه. هنا طبعا نزلت بالملح، وهنا بقى هنزل بالميه. لو عندك شوربه حطي. تمام. عندك ميه مفيش مشكله خالص، انا هنا عندي ميه فاستخدمت الميه. هرفعه على النار طبعا، ياخد له غلوتين عقبال ما احمص العيش. ما بجيبش عيش من العيش الحر، لا انا بجيب العيش بتاعنا عادي اللي انا بنشتريه. لسه كنت جايباه طازه النهارده من الفرن، فاخدته كده بحاله وعلى الفرن على طول حمصته. الدنيا غاليه جدا، يعني غاليه غاليه يعني، فايه بلاش نشتري، ادينا عندنا عيش في البيت. ونوفر كده ونحمصه في البيت. طبعا مش عيب ومش حرام ان احنا ناخده العيش بتاعنا ونحمصه. هسيبه بقى يتحمص شوية. وهنا كان العدس عندي كان استوى بقى، وكل الخضار اللي عندي كان استوى. تمام. معايا الجزر استوى، والبطاطس والبصل والفلفل والطماطم كله استوى. الكاميرا ظالمة اللون بجد، لونه كان حلو جدا جدا. ومعلقة الكركم اللي حطيناها كانت عطشة لون جميل جدا، بس بجد الكاميرا ظالمة اللون جامد جدا. هتجيبه بقى في الكبة كده او في الخلاط في اي حاجة عندك، وتبتدي بقى ايه، طبعا كلنا عارفين ان احنا لازم نضربه جامد في الخلاط، او لو عندك الهاند بلندر برضو مفيش مشكلة خالص. هشيل الورق اللورا منها، وهبتدي ان انا اضرب بقى ايه وانعمه على قد ما اقدر. ده طبعا كل الكمية اللي عندي عملتها ونعمتها بنفس الشكل. النص كيلو طلع لي كمية كبيرة جدا، لان انا عملته على يومين. يعني انا العدس دوت يعني عملته على يومين عشان مش عايزه اقف في المطبخ كل يوم. فعملت وصفتي كده هقعد بيها يومين نتغدى بيها. زي ما اتفقنا الدنيا غاليه والحاجه غاليه جدا، فلازم ايه نوفر شويه. تمام. ومش عيب ان انا اقول لكم ان انا عامله الوصفه على يومين. هنا طبعا بعد بقى ما غسلت الحله، في نفس الحله غسلتها ونزلت عليها بشويه زيت ومعلقه سمنه بقري، ونزلت عليها بمعلقه توم مفروم كبيره. اخدت لون، ونزلت بالعدس. حابة تبشري بصلاية وتحمريها مكان التوم مفيش مشكلة خالص، حابة تحطي الاتنين على بعض مفيش مشكلة خالص. بس انا حبيت ان انا ايه حاجة خفيفة كده، فمحبتش احط بصل. تمام. وطبعا كملت بالمية زي ما اتفقنا، لو حابة تستخدمي الشوربة مفيش مشكلة خالص. هكمل بالمية وهدوق الملح بتاعي. تمام. وده كده العدس معايا جاهز. دقت الملح طبعا لقيته لسه عايز ملح تاني، فنزلت عليه بشوية ملح تاني. برضو كل ما احط له ميه بيتقيل جدا، لسه يعني لسه ما خفش معايا، هو تقيل. وانا مش عايزاه خفيف قوي، يعني انا عايزاه برضو ايه تقيل شويه بنفس الشكل كده. تمام. هشيله بقى كده على النار، من على النار خلاص كده.
وهعمل حبة لسان عصفور كده مع بعض كده، وبرده معايا معلقة كده من السمنة البقري. اللي مش عارف السمنة البقري يكلمني، وانا ان شاء الله اقول له بتتجاب منين، واقول له كمان سعرها بكام. خفيفة جدا وطعمها شبه طعم السمنة الفلاحي بالظبط، وخفيفة كمان على المعدة. خلاص بقى هنا نزلت باللسان، وهبتدي بقى ان انا ايدي فيه، ما اشيلش ايدي خالص فيه. بصراحة انا ما بحبهوش بالشعرية. تمام. عملته مرة ما حبيتهوش، فطبعا الاكل اذواق. في ناس بتعمله بالشعرية، في ناس بتعمله باللسان. براحتك، حابة تعملي الشعرية اعملي. تمام. انا هنا عملته باللسان، وحمرت بقى اللسان شوية. بس ما تعمليش زي بقى ايه وتتكي على التحمير. انا هنا اتكيت على التحمير شوية. ماشي، لا يعني سيبيه ايه يعني افتح شوية. وبعد كده خدت من الشوربة اللي انا عملتها، خدت منها شوية بقى، وزودتها شوية مية كده، وهسيب بقى ايه اللسان لغاية ما يستوي. تمام. هوطي عليه بقى واسيبه على جنب كده لغاية ما يستوي. تمام. معايا بقى الطشة بتاعتنا بقى. الطشة بتاعتنا دي اللي هتخلي العدس يروح كده في حتة تانية خالص. وجربوه وعلى ضمانتي وما تندموه بجد، عمركم ما هتندموا على الطشة ديت. معلقة سمنة على معلقة توم كبيرة على 3 معالق كده من الكزبرة، معالق صغيرة طبعا، من الكزبرة الناشفة. وهنزل عليهم ب3 معالق كده من الخل. طبعا على حسب الكمية، وعلى حسب الكمية اللي انت هتاكليها اعملي الخل اللي انت طبعا هتحطيه، بس ما نكترش خل. خلاص كده الطشة معايا جاهزة. ومعايا هنا بقى العيش بعد ما حمصته ونشف معايا، قطعته بنفس الشكل، وهديله تحميصة كده على النار من فوق بمعلقة من السمنة برضو. تمام. هقلب بقى كده لغاية ما السمنة تسيح مع العيش، والعيش كده ايه يتحمص شوية على النار من فوق. حابة تدخليه الفرن تاني بمعلقة السمنة برضو مفيش مشكلة خالص. انا بقى هبتدي ان انا احمص فيه كده لغاية ما السمنة تسيح، والعيش طبعا يتحمر. ده كده شكله خلاص بعد ما اتحمر والسمنة ساحت فيه. طبعا بتدي طعم حلو جدا جدا. الخطوة دي سبحان الله بجد بتدي طعم حلو جدا جدا للفتة، يعني تحميرة العيش مع السمنة. هبتدي بقى ان انا كده ارصه بنفس الشكل. في صينية عندك، انا عملت في البايوكس للتقديم، او في صينية احنا طول عمرنا بناكله في صواني يعني، ولا يشغل بالك اصلا بطبق البايوكس اللي انا عاملاه ده. تمام. في الصينية عندك بقى ببتدي ان انا ايه انزل بقى ايه بالعدس. لغاية كده احنا كلنا ستات شاطرة وبنعرف نعمل العدس. هبوش العيش شوية بقى بالعدس معايا لغاية ما العيش يطرى شوية. وهبتدي ان انا انزل بالطشة من فوق الوش كده. انزلي بالطشة بقى وتعايشي ودوقي، واكتبيلي في التعليقات الطريقة ديت حلوة ولا وحشة. تمام. بذمتكم بقى مش شكله اتغير بعد ما حطينا الطشة؟ يلا بقى قومي كده بقى ايه اشجعي كده واعمليه. اليومين دولت في شتا جامد والسقعة جامدة جدا. يلا ندفي العيال كده بقى، ونتدفى كده في صينية كده ايه فتة كده بالطشة الجامدة اللي عملناها، وحبة لسان عصفور كده. والشوربة كده بتبقى عليها ليمون كده، اوعي تنسي الليمون. لازم ليمون، اوعي تنسي الليمون. اوعي تنسي البصل الاخضر، اهم حاجة في وصفتنا البصل الاخضر. وصفتنا خلصت وطبقنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسانيش في اللايك وفي الاشتراك، هتلاقي قدامك على الشمال مكتوبة باللون الأحمر، اتك عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد بإذن الله. هسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.